اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده هنعمل فيديو تفريزات، بس اللهم بارك. هقول لكم ازاي من كيلو ونص لحمه يقعد معانا ان شاء الله الشهر كله، ما نشيلش هم ان احنا ما عندناش لحوم. تمام. وطبعا بقى كلنا عارفين كل يوم الاسعار نار، واحنا في الغدا بنحتار. فلازم بقى ان شاء الله بفضل الله لازم نشوف حل في الغلا بقى، لازم نشوف حل ونقتصد شوية في البيوت. وبما ان احنا كده كل شهر مثلا بنجيب لحوم او فراخ، فلازم نوظفها توظيف كويس بحيث ان هي تقعد معانا، او مثلا الوجبة يعني بسم الله تبارك الله ممكن تكفي معانا بفضل الله حتى لو كانت قليلة. بس احنا طبعا هنعمل باللحوم، مش هنقول لا، وهنعمل بفراخ بإذن الله. بس النهاردة الأول تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا هنا كيلو ونص من اللحمة، تمام، المفرومة، ونص كيلو كده من السجق. بصراحة ما كانش في ضميري اجيبه، بس لقيته طازة كده وجميل فقمت جايبة نص كيلو. هنا حطينا ايه في الكبة، قطعنا بصل، بس خرطنا بصل كده حوالي كده كيلو الا ربع من البصل، وضربناهم كده ضربة مرة واحدة لحد ما نعمناه بالشكل ده. هنفضي بقى تلات ارباع البصل في البولة دي او الطبق ده، تمام كده. ونخلي كده ايه حوالي بصلايه كده كبيره مفرومه في الكبه، ونجيب عليهم حتتين تلاتة كده من الدهنه. شوفيهم كده عندك في الفريزر كده مركونين من العيد ولا حاجه، او لو ما عندكيش قولي للجزار كده يديكي حته على اللحمه، هيديكي ولا تقلقي خالص. ونضربهم مع البصل، ضربنا الدهنه مع البصل في الكبه، تمام. تعالوا هنا حطينا ايه، حطينا البرغل انا ما جيتش جنبه ولا غليته، انا غسلته غسله كويسه وصفيته بس، وبعد ما اتصفى نزلت بيه في البوله، وبعد كده نزلت بيه مع البصل والدهنه او الليه او البوش، اي حاجه موجوده عندك اضربيها كده مع بصلايه وانزلي بيهم على ايه البرغل. حلو الكلام، حلو الكلام. هنحط بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر. اي حاجه هتشتغلي بيها لحوم او فراخ مصنعات لازم تحطي بيكنج باودر، ده اساسي. بعد كده هنحط بقى بهاراتنا الجميله. حطينا بيكنج باودر، هنحط بقى فلفل اسمر 7 بهارات، بابريكا. هنحط ايه كمان، اللهم صل على النبي، هنحط بقى كمان شويه ملح كده، بس ما تقليش ايدك بقى في الملح. النهارده هنعمل كفته برغل انما جميله جدا. يعني كفته البرغل دي يا جماعه اول حاجه مفيده ومغذيه، وكمان مش يعني هتزود لك كميه اللحمه بطريقه رهيبه. يعني النص كيلو هيوزن معاكي على الميزان ببسم الله كده كيلو. يعني عايزه اقول لك جميله وطعمها حلو جدا، والاولاد بيعشقوها على فكره. تبلنا بقى ودخلنا البهارات دي كلها مع البرغل مع البصل واديناهم كده عجنه حلوه. هناخد نص كميه البرغل في الكبه ونحط عليهم نص حزمه كده من البقدونس. هناخد الورق مش هناخد العيدين، نديهم ضربه وبعد كده ننزل بيهم. بعد ما ننعمهم في الكبه، انا مش عايزه اخد البرغل كله علشان مش عايزه البرغل يبقى ناعم، انا عايزاه يبقى واضح. بعد بقى ما نزلنا كده بالبرغل في البوله على البرغل اللي احنا ما ضربناهوش، نزلنا بنص كيلو من اللحمه على طول كده وش كده، مش هناخد رباع، هناخد نص كيلو على طول عشان عايزه الكفته دي تبقى كميه حلوه، يعني تديني كيلو باذن الله. خلصناها كده عجناها عجنه كويسه. هديني دي دهنه من الزيت كده وابطط عليها من فوق، وهدخلها بقى التلاجة واسيبها كده حوالي يجي ساعه لحد ما اخلص كل اللي معايا ده. هنجيب هنا الكبة بقى غسلناها ونضفناها، جبنا هنا بطاطاية مهروسة، حطينا عليها برضو نص كيلو من اللحمة، ده كده تاني نص كيلو، تمام. حطينا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، تمام. انا كنت هشيل منها، بس لا، قلت والله اللي انا عاملاها كلها، انا عايزة كمية برجر جميلة. دي طبعا بهارات البرجر دي بتبقى جاهزة عند العطار، جميلة جدا وبتدي نتيجة حلوة قوي. هنحط بقى حاجات بسيطة بقى من البهارات، يعني معلقة، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة كده توم باودر، بصل باودر. دلعي بقى البرجر بتاعك وحطي توابلك كده، بس ما تقليش ايدك فيها قوي. وراعي ان احنا حاطين بهارات برجر، فما ما تزوديش الملحية، بتبقى فيها ملحة. طبعا دول معلقتين نشا بعد ما حطينا البهارات بتاعتنا. وكمان حطينا كمان معلقتين من الفيجيتار، ما حبيتش احط بقسماط لان كلنا عارفين البقسماط بيعجن البرجر. وخلاص كده ظبطنا كله، حطينا معلقتين الفيجيتار بتوعنا ومعلقتين النشا، وهنضربهم بقى في الكبه لحد ما يبقوا عجين. طيب حد هيسالني انت ليه بتحطي نشا في البرجر؟ لان انا كنت عامله فيديو برضو تفريزات الفراخ، عملنا برجر فراخ وحطينا نشا. النشا يا جماعه بتدي مطه جميله قوي قوي للانشون او للبرجر، تمام. هيديكي مطه حلوه جدا،
وما يخليش كمان البرجرايه تكش معاكي قوي. حلو الكلام، حلو الكلام. خلاص خلصنا البرجر بتاعنا، نزلناه بقى في البوله. وطبعا دي عجينه فبنسيبها ترتاح شويه، حوالي كده 10 دقايق، ونجيب بقى المكبس بتاعنا ونبدا بقى ندهن ايدينا دهنه من الزيت، ونعملها كوره كده ونحطها نجيب كيس ونفتحه 2 كيس تلاجة، وندهنه دهنه من الزيت ونحط عليه، نحطه على المكبس، ونحط بقى كرة كده من اللحمة بتاعتنا، ونضغط بقى ضغطة حلوة كده بالمكبس بتاعنا عشان يديكي بقى شكل المضلع بتاع الجريل. حلو الكلام، حلو الكلام. ما عنديش بقى مكبس برجر، هعمل ايه والله؟ ولا تعملي اي حاجة، هاتي غطا بطرمان، هاتي علبة جبنة نستو فاضية عندك، اتصرفي اي حاجة اضغطيها بايديكي، والله هتبقى معاكي احلى برجراية. وضلعيها بالسكينة، هتبقى معاكي برجر زي العسل. مش لازم المكبس ده خالص والله، يعني هو لو مش عندي انا كنت هشتغل من غيره يعني عادي. فده مش ازمه يا جماعه، احنا في المطبخ بنتشقلب يعني. المهم الحاجه اللي موجوده تتعمل. زي ما انتم شايفين بقى، نعمل كمان واحده، نعمل كمان واحده. جبنا كده كيس تلاجة دهنا من الزيت، وجبنا كده كوره من العجينه بتقرصيها كده زي الكرايه، زي ما بتقرصي اي عيش او اي حاجه. وبعد كده بتحطيها على الكيس وتضغطي بالمكبس، بقى معاكي احلى برجر. ده كده يا جماعه نص كيلو من اللحمه على الميزان هيديكي كيلو من البرجر. عايزه اقولك القطعه ما شاء الله عليها تقيله مش خفيفه، وبتبقى جميله جدا ومليانه كده وهشه من جوه. تعالوا بقى نعمل حواوشي بقى، اللي احنا كلنا كده لما بنحتار بنجيبه نعمله. ضربنا كده حوالي ربع كيلو فلفل في الكبه قطعناه، وبعد كده بصلايه حلوه برده مفرومه. حطي بقى في الحواوشي اللي انت عايزاه، شوفي بقى البهارات اللي عندك كلها، حطي حبهان بودر، حطي فلفل اسمر، حطي 7 بهارات، حطي اللي انت عاوزاه كله تمام. بس اهم حاجه في الحواوشي الفلفل والبصل، كتري البصل وحطي فلفل كتير. هو ده الحواوشي يا جماعه بيتعمل بره كده. خدت ربع كيلو من اللحمه لاني هعمل حواوشي، لان معايا الفلفل بيزود الكميه والبصل كمان بيزود الكميه. وحطي بقى البهارات اللي انت بتحبيها. انا حطيت 7 بهارات، وتوم بودره وبصل بودره وبابريكا وفلفل اسمر وحبهان بودر على ورق لوري بودر، هتاكلي احلى حواوشي. انا حطيت هنا كان عندي برضو حوالي نص كوبايه من البرغل كده، شطفتها وسبتها تتصفى وحطيتها على الحواوشي على العجينه بتاعتنا. عايزه اقول لك الكميه دي والله بقت كيلو ويمكن ازيد من كيلو، لما اضفنا كوبايه بس من البرغل على ربع كيلو من اللحمه، على المقادير اللي انا قلت لك عليها. وادعكي بقى فيها وعجيني فيها كويس، هيبقى معاكي احلى عجينه حواوشي. واوعي تنسي معلقه من البيكنج باودر، دي اساسي يا جماعه في اللحوم المصنعه، لازم تحطيها عشان اللحمه ما تكتمش معاكي وتبقى مكتومه وتنشف منك. هنيجي بقى نحط الحواوشي كده في كيس. انا بصراحه حسيت الكيس دوت يعني كميه ما شاء الله كبيره عليه، فهحاول اقسمه على قد ما اقدر لاني مش جاي في الطبق بصراحه. فانا كده كده هقسم الكيس ده على مرتين، ولو حبيت اطلع الكميه كلها هطلع الكيسين مره واحده. بصوا انا غلبني بصراحه، مش راضي يتحط في الطبق، فاللهم بارك اداني كميه محترمه جدا. هنا بقى اخر ربع كيلو معايا، ما احنا قسمنا اخر نص، قسمناه ربع حواوشي، وهنشوف هنعمل بالربع كيلو ده البفتيك الكداب. حطينا هنا بيضايه، بصلايه مفرومه ناعم، حطينا اللحمه، حطينا معانا معلقه من البيكنج باودر كبيره، وهنحط هنا 4 معالق من البقسماط او ربع كوبايه تمام. يعني لو عندك الكوبايه المج اللي هي اللي احنا بنشرب فيها الشاي بلبن، حطي ربعها. ما عندكيش حطي 4 معالق من البقسماط، معلقتين من النشا، رشه كده خفيفه من الملح. حطي بقى فلفل اسمر، ده حبهان بودر على ورق لوري بودر، هنحط برضو بابريكا، هنحط 7 بهارات. اللي برضو البفتيك الكداب بهاريه زي ما انت عايزه. وحطيت كمان ايه يا ربي معلقه من ال7 بهارات، ورشه كده خفيفه اللهم صل على النبي. انا حطيت رشه كده خفيفه من الكمون، خفيفه لا تذكر يعني. وبعد كده هجيب بقى الاكياس بتاعتنا، وهدهن ايدي دهنه من الزيت وادهن الكيس، وبعد كده بقى نكورها زي ما انتم شايفين كده، ونبدا بقى ندوس عليها كده، نضغط برده ضغطه خفيفه. حاولي ما ترققيش البفتيك قوي عشان تبقى معاكي يعني ما تبقاش تنشف منك في الزيت لما تيجي تتبليها وتقليها، ما تنشفش منك. يعني ده بديل البانيه يعني. يوم ما تحتاري بقى ومش عارفه تعملي ايه ومعاكي عندك ربع كيلو لحمه بس، طلعي اعملي البفتيك الكداب ده، هيديكي بما يعادل نص كيلو من البانيه. وعايزه اقولك البفتيك ده بيبقى دسم جدا لما بتعمليه، القطعه بس مشبعه جدا. عايزه اقولك وفرنا كتير جدا لو انتي مثلا جبتي كيلو ونص لحمه مفرومه او كيلو لحمه مفرومه، وعملتي من كل حاجه دي ربع كيلو، بقى عندك كذا وجبه.
اللهم بارك. خلصنا كده البفتيك الكداب زي ما انتم شايفين. سيبنا بقى الكفته اخر حاجه، سبتها في التلاجة كده حوالي ساعه لما خلصت كل اللي انتم شايفينه ده. هنجيب بقى الكفته بتاعتنا ونسمي بالله كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونمسك الكفته كده نصبحها زي ما انتم شايفين. واحلى حاجه في الموضوع ده كله هي الكفته يا جماعه. البرغل بيديها طعم حلو قوي وبيزود الكميه وبتبقى كده حلوه قوي. يعني ممكن كمان انت توظفيها زي ما انت عايزه، ممكن تعمليها في صلصه، ممكن تعمليها داود باشا، تمشي معاكي في كل حاجه. هنصبحها كده زي ما انتم شايفين وندهن دهنه من الزيت. الزيت بس هيطريها كده من بره ويلمعها ويخليها كده متساويه. وهنبدا بقى ايه نبصم عليها بايدينا كده. بقى عندك احلى سيخ كفته. تشوي بقى تدخلي الفرن، تشوي على الفحم، انت وراحتك. المهم عندك احلى سيخ. وعلى فكره السيخ ده يا جماعه ما شاء الله يعني شايل حته لحمه ما شاء الله محترمه. يعني السيخ لوحده يكفي مثلا فرد ويبقى حلو قوي. ويا رب ايه النهارده تفريزاتنا تكون عجبتكم. انا بحاول على قد ما اقدر افكر لكم في حلول ان احنا نعدي مرحله الغلاء دي باي شكل، وبيوتنا تبقى مليانه وما نحرمش نفسنا من حاجه، وطول الشهر ناكل كل اللي نفسنا فيه. تمام كده. شايفين بقى الكفته يا جماعه والسجق اللهم بارك. وكده الحواوشي زي ما قلت لكم انا قسمته على رغيفين. تعالوا بقى نقول دعاء حلو كده بزياده الرزق والبركه ان شاء الله في بيوتنا. ربنا يجعل بيوتكم بركه. اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله، ان كان في الارض فاخرجه، وان كان بعيدا فقربه، وان كان قريبا فيسره، وان كان قليلا فكسره، وان كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اجدي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم امين يا رب يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء. اللهم يا رب النهارده ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد. احلى واجمل متابعين.